بصوا بقى، تعالوا نحكي لكم القصة من أولها كده، من البداية خالص. في الأول ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون قرر يخلق الخليفة في الأرض، فقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة استغربوا وقالوا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وإحنا نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لكن ربنا قال إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. يعني ربنا عارف حكمة عظيمة ورا الموضوع. هنا ربنا خلق سيدنا آدم من طين، جمع من تراب الأرض كله، أبيض وأسود وأحمر ومن كل حتة، عشان كده ذريته مختلفة ألوان وأشكال وطباع. ربنا شكل الطين بإيده سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وقال للملائكة اسجدوا لآدم. الملائكة سجدوا لآدم طاعة لله، إلا إبليس استكبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن هنا بدأت عداوة الأزلية بين إبليس وبني آدم. بعد ما اتخلق سيدنا آدم ربنا أسكنه الجنة، لكن آدم كان لوحده، فخلق ربنا حواء من ضلعه عشان تكون زوجته وأنيسة ليه، وكانوا عايشين في الجنة براحة ونعيم. ربنا قال لهم كلوا من أي مكان في الجنة إلا الشجرة دي، ما تقربوش منها. إبليس بدأ يوسوس لآدم وحواء وقال لهم ما نهاكوش ربكم عن الشجرة إلا عشان لو كلتوا منها هتبقوا ملائكة أو تعيشوا للأبد. آدم وحواء ضعفوا وأكلوا من الشجرة، فانكشفت عوراتهم وبدأوا يداروها بورق الجنة. ربنا ناداهم ألم أنهاكم عن الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين؟ وبعدها نزلهم الأرض وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. من هنا بدأت رحلة البشرية على الأرض. سيدنا آدم وحواء نزلوا وابتدوا حياتهم. ربنا رزقهم أولاد وبنات كتير، كان في كل بطن بيجي ولد وبنت، ومن أشهر ولادهم هابيل وقابيل. هابيل كان راعي غنم، قلبه طيب ومؤمن بالله. قابيل كان بيزرع الأرض وكان نفسه يسيطر وبيغير من أخوه. وكان الزواج في الوقت ده ربنا شرعه بشكل مخصوص، إن الولد يتجوز البنت اللي اتولدت مع أخوه عشان الأنسب ما يتخلطش. قابيل رفض يتجوز البنت اللي اتولدت مع هابيل لكنها كانت أقل جمال، وكان عايز يتجوز أخته التوأم. حصل خلاف بينهم. سيدنا آدم قال لهم قربوا قربان لله واللي ربنا يقبله هو اللي له الحق. هابيل قدم أحسن شيء عنده من الغنم، وقابيل قدم شوية زرع تعبان مش عاجبه. نزلت نار من السماء أكلت قربان هابيل، يعني ربنا قبله. قابيل اتغاظ وحس بغيرة شديدة، وهنا إبليس دخل يلعب بعقله وقال له ازاي أخوك يتفضل عليك، اقتله. وفعلا قابيل قتل هابيل، وبكده بقى أول جريمة قتل في تاريخ البشرية. هابيل ما كانش عارف يدفن جثة أخوه فين، فربنا بعت غرابين يتخانقوا وواحد قتل التاني، وبعدين الغراب حفر الأرض برجله ودفنه. هابيل قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي، ومن هنا اتعلم الدفن. بعد الحادثة دي سيدنا آدم حزن جدا على ابنه هابيل، لكن الحياة استمرت وربنا رزقه أولاد تانيين، ومن نسلهم جه شيس معناه هبة الله، وهو اللي كمل نسل الأنبياء بعد آدم. سيدنا آدم كان نبي ومعلم لأولاده، علمهم عبادة الله، الزراعة وأصول الحياة، وكان دايما يذكرهم إن الشيطان عدوهم ويخليهم يستغفروا ربنا دايما. عاش سيدنا آدم على الأرض حوالي 960 سنة، وفي روايات وناس بتقول إنه عاش 1000 سنة. وبعد ما كبر جدا قربت وفاته، ربنا أوصى شيس إنه يكمل الدعوة بعده. لما جاء وقت الوفاة سيدنا آدم جمع حواليه أولاده ووصاهم يعبدوا ربنا وما يسمعوش كلام إبليس، وبعدها قبض روحه الطاهرة. ربنا قبض روحه الطاهرة. حواء حزنت عليه جدا وعاشت بعد فترة صغيرة وبعدين ماتت. اتقال إن سيدنا آدم اندفن في جبل أبي قبيس بمكة، وقيل في بيت المقدس، لكن الأكيد إن نهايته كانت على الإيمان ورسالة عظيمة ورثها لأولاده. قصة سيدنا آدم وحواء مش بس بداية البشرية، دي بداية الصراع بين الخير والشر، الطاعة والمعصية اللي لسه ماشي معانا لحد النهاردة.